في سبتمبر 2019 مغنية البوب اليابانية إينا ماتسوكا نزلت صورة سيلفي عادية جدا ليها على السوشيال ميديا وهي مروحة بيتها، صورة بريئة جدا ما فيهاش أي معالم واضحة. بعدها بكم يوم وهي بتفتح باب شقتها لقيت شخص غريب بيهاجمها من ورا فجأة. الشخص ده ما كانش بيراقبها في الشارع وما كانش معاه جهاز تتبع. الشخص ده عرف عنوانها ومحطة القطر اللي بتنزل فيها من تفصيلة واحدة بس ومستحيل تتخيلها، انعكاس الشارع في عينها. ايوه، كبر الصورة لحد ما شاف انعكاس محطة القطر في حدقة عينها، واستخدم خرائط جوجل عشان يطابق شكل المباني وحسب زاوية الشمس عشان يعرف هي بتروح الساعة كام بالظبط. المرعب هنا مش ان مهووس قاعد في اوضته قدر يوصل لها بصورة سيلفي، المرعب بجد ان لو فرد واحد قدر يعمل ده، تفتكر كان رأس ماله مليارات وعنده سيلفرات بحجم مدن كاملة يقدر يعمل فيك ايه؟ الإجابة مش محتاجة خيال لأنها بتحصل في اللحظة دي وانت باصص للشاشة. اغلبنا عايش في وهم اسمه انا اكونت برايفت ومحدش مهتم بيا اصلا، بس الحقيقه انك كل يوم بتبني سجنك الرقمي بايدك. في مصطلح في عالم الامن السيبراني اسمه اوبن سورس انتليجنس او الاستخبارات مفتوحه المصدر. الفكره هنا مش انك محتاج تخترق جهاز حد عشان تعرف عنه كل حاجه، انت محتاج بس تلم الفتافيت اللي هو بيرميها كل يوم. صوره كوبايه القهوه اللي انت بتصورها وانت قاعد في كافيه مع شكل انعكاس الشباك بتقول للمراقبين انك بتتواجد فين، او البوست اللي بتشتكي فيه من زحمه الطريق وانت مروح من الشغل بيحدد خط سيرك، او حتى الميمز اللي بتعمل لها لايك بترسم خريطه كامله لحالتك النفسيه، مخاوفك ونقاط ضعفك. المشكله مش في المعلومه لوحدها، المشكله لما بنجمع البازل ده كله مع بعضه وقتها صورتك بتبان كامله وبدون اي مجهود. بس انت ممكن تقول لنفسك دلوقتي انا شخص عادي، مين اللي هيركز معايا للدرجه دي؟ الحقيقه اللي بيراقبك بجد ملوش عينين ولا بيمشي في الشارع، اللي بيراقبك بيبصلك على انك مجرد داتا. هنا بقى لازم نقف عند اكتر كدبة احنا مصدقينها. كم مرة كنت بتتكلم مع صاحبك عن لابتوب معين عايز تشتريه او وجهة سفر بتفكر تروح لها، وفجأة تفتح الموبايل تلاقي اعلان لنفس الحاجة في وشك. الجملة الشهيرة بتطلع فورا الموبايل بيسمعنا. بس خليني اكسر لك الاسطورة دي، الموبايل مش محتاج يسمعك اصلا. فكرة ان في حد قاعد بيسمع ميكروفونك دي فكرة قديمة ومكلفة جدا. الذكاء الاصطناعي حلل سلوكك وسلوك اصحابك والاماكن اللي رحتوها وحتى المقاطع اللي وقفتوا عندها ثواني زيادة، وطلع بنتيجة انك بنسبة 90% هتحتاج تشتري اللابتوب ده النهارده. الخوارزمية سبقت تفكيرك بخطوة، هي عرفت انك هتعوز الحاجة دي قبل ما انت نفسك تنطقها بلسانك. وده بينقلنا للصدمة الأكبر، هو مين اللي بيعمل الحسابات دي كلها ومين المستفيد؟ كلنا بنترعب من الدارك ويب، الانترنت المظلم، والهاكرز اللي بيبيعوا بيانات مسروقة. بس في سوق تاني شغال في النور، قانوني وميزانيته بتعدي مليارات الدولارات، سوق اسمه داتا بروكرز او سمسرة البيانات. السوق ده هو الانترنت المظلم الحقيقي للشركات. تخيل معايا كده انك مش انسان، انت مجرد اصل من الاصول، مجرد رقم في ميزانية عمومية لشركات انت عمرك ما سمعت عنها. شركات زي اكسيوم او اكسبيريان دي كيانات كل وظيفتها في الحياة انها تشتري بصمتك الرقمية اللي اتكلمنا عنها في اول الفيديو وتجمعها في ملفات ضخمة. الشركة من دول بتمتلك الاف النقاط البيانية عن كل شخص فينا، عارفين دخلك، مستواك التعليمي، تاريخك المرضي اللي دورت عليه في جوجل، وحالتك العاطفية، وحتى اللحظات اللي بتحس فيها بالاكتئاب او الضعف. البيانات دي بتتباع وتتشري في أجزاء من الثانية للمعلنين وشركات التأمين والبنوك. يعني لو أنت بتدور كتير على أعراض مرض معين أو بتسهر تتفرج على فيديوهات عن الأرق، داتا زي دي ممكن تخلي شركة تأمين ترفع عليك السعر، أو بنك يرفض يديك قرض من غير ما تعرف إيه السبب أصلا. أنت بتتحاسب على بصمتك الرقمية في العالم الحقيقي وأنت مش حاسس. الموضوع ما بقاش مجرد اعلانات بتطلع لك، الموضوع وصل للتحكم في قراراتك ومزاجك العام. لما سماسرة البيانات يعرفوا نقاط ضعفك بيقدروا يوجهوا سلوكك بالكامل. لو الخوارزمية عرفت انك بتخاف من الجريمة هتغرق صفحتك باخبار الحوادث عشان تفضل خايف ومشدود، لان الخوف بيفرز هرمونات بتخليك تقعد وقت اطول على الشاشة. انت فاكر انك بتختار تقرا ايه او تتفرج على ايه بكامل ارادتك، بس في الحقيقة انت ماشي في مسار هم اللي رسمينهولك بالملي. انت مش الزبون اللي بيشتري الخدمة، انت المنتج اللي بيتباع في السوق. في النهاية كل حركة بتعملها على الانترنت، كل صورة، كل لايك، وكل ثانية بتقف فيها قدام بوست، هي حرفيا بتبني نسختك الرقمية. النسخة دي هي الشبح بتاعك اللي بيعيش في سيرفرات الشركات، الشبح اللي بيتباع ويشتري كل يوم وانت نايم في سريرك. احنا عايشين في عصر الخصوصية فيه ما بقتش حق، دي بقت رفاهية مش أي حد يقدر يدفع تمنها. عشان كده المرة الجاية وأنت بتنزل صورة أو بتدوس موافق على شروط استخدام أي تطبيق من غير ما تقراها، اسأل نفسك السؤال ده: يا ترى هو ايه التمن الحقيقي اللي دفعته من حريتك وخصوصيتك مقابل خدمة أو تطبيق كان المفروض إنه مجاني؟